قصة السروال هذه قصة غريبة عجيبة، والله إنها عجيبة. طبعا أنا عندي مجموعة سراويل الحمد لله، طقم ما أدري والله كم هي، 8 9، المهم إنها واجد، لكن فيها واحد ينسل. فين هو ما أدري، نفس أشكالها، نفس الشركة، نفس كل حاجة. المهم يعني ماني فاضي أقعد أدور فين هو اللي ينسل، يعني ألبسها كلها علشان الشاهد إني بعض الأحيان ما أنتبه اللي يدقدني في المكان نفسه، أشوفه ينسل. يوم من الأيام كان عندي برنامج داخل السجن، رحت هناك ومعي زي يعني الكاركتر هذا لازم معي عصبة، غترة بعصبة، ومعي حزام، ومعي مصنف اللي هو هذا. المهم ذاك اليوم أثاري لبست السروال اللي ينسل، وأنا والله ما أدري. دخلنا عندهم كل حاجة، تفتيش الأمور الأشياء، إلى أن دخلنا على الفرز اللي على الجهاز هذا. فقالوا خلاص فتشوا كل حاجة، قالوا الحزام لازم تشيله. قلت ليه؟ أنا دائما كنت أجي زمان بحزام فيه شو اسمه، خلوا الحزام لازم تشيله. قلت ليش أشيله؟ طيب ما فيه لا شفرة ولا فيه شيء ولا سكين، ما فيه شيء. قالوا والله إن جانا توجيه الآن لازم تشيله. قلت مرة، قالوا مرة الحزام لازم تشيله. قلت والسروال؟ قال لا السروال خله. قلت كيف؟ لا قصدي أبغى أفهمهم إن السروال ينسد، لكن سكت، وهو زيد جاء أخبل مني يقول لا السروال خله، إيش أشيله يعني ما. قلت طيب ما في مشكلة. المهم والله بدأت قصة المعاناة، نزلت الحزام هذا وإني أدخل، ويلا مشينا إلى أن دخلنا كل 10 خطوات كذا أسحبه يرجع، والله وندخل فوق في العنابر. ومن عنبر في عنبر. المهم سبحان الله، فيه عنبر يعني العنبر اللي فيه الكلام، فيه واحد عتوة يعني جثة وضخم جدا. اي والله، وانا في المسابقات وكذا. المهم اني قلت ابغى واحد كذا مواصفاته كذا، فانهم يقولون كلهم فلان، وانه يجيني فلان ده انا اظني من هنا من عند بطنه. اطالع فيه قلت خلك بعيد، المسابقة لازم تكون بعيد وانا بعيد. قال لا ابشر بساعدك، ما عليك، ايش عندك؟ قلت ما عندي شيء. قلت اسمع المسابقة، وبدينا في المسابقة، ومع الشد والأخذ والكلام والتفاعل فيها هي مشي شوية. ما عاد انتبهت الا قد السروال ينسل. قلت اسمع، اذا قد السروال ينسل انا سروالي ينسل. انا المفترض اني اجيب حزام، لكن السروال هذا فضحني. السروال عندي ترى سراويل كثير. قال اخلص ايش عندك؟ قلت عندي سروال هذا مشكلة، أنا أبغاك تكون بعيد علشان إذا ذا ما يكون فيها. قال لا ما عليك. أظن عليه إعدام هو، خربانة ما عاد مفكر فيها، أنا ما وقفت علي. المهم والله ما أحسي السروال اللي قدني أرصع في السروال، فأقول لي أصبر. الله يا ربي. المهم فاز واعطينا جائزة وكل حاجة. والله نكبت هذا السروال اللي بعلمكم. غلقنا وكل حاجة وانتهينا وسوينا المسابقات وضحكوا وبسطوا. ترى إدخال السرور ترى حسنة وبركة على الواحد. المهم رجعنا من هناك ورحنا نزلنا وخلاص، والعسكر معنا وكل حاجة. حتى واحد منهم يقول يا أخي بالله أنت قاعد معنا. قلت يا أقعد معك فين؟ والله لا والله إني بفلح. المهم نزلنا مع العسكر لين خلاص خرجنا من العنابر، وإننا نروح
مع البوابات الأخيرة. واللي يشوفنا العسكري اللي على الفرس قال خذ باقي لك أمانة. اني طالع فيه قلت هات، التقطها شديدة. قال ايش بك؟ قلت خلاص ما عاد له داعي الحزام هذا الحين ما عاد ابغاه. وش عاد ابغاه به؟ قال حزامك. قلت يا اخي كان يمسك السروال. ايش ابغاه به الحين؟ خلاص ما عاد له داعي. قال ايش قصة السروال هذا؟ قلت تشوفها ان شاء الله قريب القصة. سروالي هذا ترى معي يمكن 9 كلها اني ابغى يعني ما ادري. المهم هذا واحد منها ينسى، لكن عرفنا هذا اليوم بروح اكت فيه كبريت واحرقه خلاص ما عاد ابغاه. والله ياهب فيه ليل اعوذ بالله، بس انهم ضحكوا على السروال حتى المساجين مساكين اكثر من القصص اللي جبناها والمسابقات والامور. على العموم الله يسعدكم جميعا ويبيض وجهكم. يعيد الواحد اذا لبس سروال ولا شيء وهو يدري ان معه سروال ينسل، يمشي شويه في البيت يشوف كانه خضل معناته هذا هو. ولا انا ضعفت والله ما ادري يا اخواني، لكن ايش بالسراويل الباقي كلها؟ لا والله انها زينه سبحان الله. شوف نستفيد من هذه القصه فوائد. اولا يمكن يكون اللي يحرجك من نفسك أنت، يعني واحد معك يمكن هو اللي يحرجك من أحب الأشياء اللي معك، ولا الناس اللي معك يحرجك في أشياء ما أحد ينتبه لها، ولا الواحد ينتبه لأشياء اللي معه. هذا واحد، هذه فائدة ما أدري عرفتوها ولا ما عرفتوها، إلا يبغى لها شوية تحريك ذهن. الفائدة الثانية لا تتكل على محزم فشل. تتكل في الحياة على واحد تحسب انه مطلق وانه كفو وانه عند الشدايد، هذا محزم فشل فكك في لحظة الذا. هذه فضيحة اذا انت متكل على ونعم كفو وتحسب انه صديق سند عض، وجيت وافلتك في اللحظة الحرجة. هاش تقضي الحين. هذه فائدة من الفوائد. ان احيانا انك ما تعرف زملائك ولا اصحابك ولا كلهم لانهم متشابهين مثل ذي مسراويل، ما تعرفهم الا في لحظة الحاجة. في بعضهم مطلق ويشدك منه فيه، ولا يبغى لك حزام ولا يبغى لك شيء، ولا يبغى يطلع في الصورة، يبغى يجمل بك وما يطلع في الصورة، هو ما يبغى يطلع في الصورة. ترى هذه فائدة عظيمة. من الفوائد يا أخواني، إذا وقعت في مشكلة ولا قصة مثل قصتي هذه ولا، فلا تقلبها نكد، خلها بسطة وضحك. وش أسوي؟ والله أني أتردد بسروال ذي في العنابر فوق ما غير حتى في واحد ثم قال أقول لك أشغلك السروال ذي من المساجين حطه. ايش تبغى انت؟ الشاهد اصنع قصة، يعني اذا وقعت في ذي خلاص خلها تمشي، لا عاد تنكد على عمرك كذا، اقلبها فرح لا تقلبها نكد. هذه فوائد، بعض الفوائد من هذا السروال ومن هذا المشكلة. وزي ما يقول الأول، يقول لا تعير شفرتك يوم العيد. أنا أعرت محزام ذي يوم المسابقات. الله يسعدكم دنيا وآخرة، وإن شاء الله نلتقي. طبعا الحمد لله في أماكن كثيرة تروني أبشركم أمشي بالحزام، يعني محتزم لا ينسل ولا أفكر فيه. ولا زالت الفعاليات مستمرة. أبو خيال محبكم يقدم مهرجانات، مسابقات، قصص، أفكار، حكواتي. فمرحبا ألف، وأي أحد يبغى يتواصل معي مرحبا ألف. تحصلون الأرقام رقم الواتساب بإذن الله في اللوجو على ما لوقوا. والله يسعدكم في الدنيا والآخرة، ويجمعنا وأنتم على خير ويسترنا وإياكم.